بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة مطبخ وتفانين موحى. بتمنى من اللي بيشوف قناتي لأول مرة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك. بصي يا حبايب قلبي، احنا جالنا شوية بطاطس ده هدية أو زي ما بيقولوا كده زيارة يعني. فالصراحة أنا فتحت عليه اتصدمت، والله يعني أنا هوريك المنظر دلوقتي. المنظر الصراحة يزعل يعني، حتى عيني صعب عليا اللي شاله وجابه على قلبه ما يجيش على تعبه يعني. زي ما انت شايفه المنظر كده معايا، البطاطس بايظه ومحروقه يعني، كانها محروقه ومسوده ومطلعه ريحه وحشه جدا ومنزله ميه. يعني هل ده مثلا عيب فيا انا؟ مثلا ما قدرتش احافظ على البطاطس، ولا هو نوع البطاطس وحش ما استحملش؟ طب ما انا بشوفها عند الخضري بتقعد في الشوال بالفتره عنده. انا ما عادتش عندي، ما كملتش عندي يومين. انا يا دوبك مثلا جالي البطاطس النهارده بالليل، سبتها تاني يوم يوم كامل الشوال كان مقفول ومبرشم ما فتحتش عليه. تاني يوم ما باتت عندي فتحت عليها الصبح الساعة 10 عشان اخد منها يعني الكمية، لقيتها بالمنظر اللي انت شفتيه ده. صراحة يعني اتضايقت جدا يعني. طب نوع بطاطس ايه اللي تتحرق وتبوظ كده؟ زي ما انت شايفة البطاطس كده يعني معفنة خالص بايظة. طب انا الصراحة فكرت زي ما انت شايفة كده دي كمية بطاطس كبيرة. طب لو احنا يعني لو انا قعدت انا والاولاد نفطر ونتغدى ونتعشى بطاطس كل يوم، انا مش هخلص كمية البطاطس دي. فحرام ان انا اسيبها تبوظ لان مش هتستحمل عندي كام يوم. زي ما انت شايفة كده انا طلعت منها كمية بطاطس كتيرة والله زيادة عن 3 كيلو. فحرام الصراحة يعني، انا اتضايقت من هنا الصراحة. جات لي فكرة ان انا افرز البطاطس. طبعا انا قعدت بقى عملت اشكال والوان يعني من البطاطس. عندي بقى كمية بقى بطاطس كتير بقى براحتي. طبعا انا عايزه اقول لك ان انا نزلت السوق بقى واشتريت مقشرات بزياده، وقعدت انا والولاد شغلت كله الكبير والصغير، قعدنا طول اليوم نقشر في البطاطس الصراحه. ما انا هعمل ايه؟ ما انا مش هقدر اعمل كميه البطاطس دي كلها لوحدي. طبعا انا سبت لك من كل حاجه بطاطسايه عشان خاطر ايه؟ اوريكي بس ايه انا شكلتها ازاي. طب ان اختصارا يعني الوقت الفيديو عشان ما اطولش عليكم ويبقى ممل. طبعا انا قطعت هنا البطاطس حلقات لصينيه البطاطس. وهنا انا عملت بطاطس ديت قوالب عشان خاطر طبعا انا مش هحرق فكرتها يعني. انا عندي كذا حشوه ليها ان شاء الله اعملها معاكم. انا هنا جبت البطاطسيه اللي هي المطوله، عملت لها قاعده من ناحيتين وهقسمها وابتدي افرغها بمعلقه شاي صغيره. لو انت تحبي تستخدمي المقوار ويكون اسهل لك براحتك يعني، بس انا حسيت يعني ان انا شغاله بمعلقه الشاي كده، حسيت ان هي اسهل لي. وان انا كمان مش عايزه اطلع قهر البطاطس من جوه، عايزه اطلع منها اشكال. زي ما انت شايفه كده شكل البطاطس ما شاء الله اللي طالع من تقوير البطاطس شكله حلو عجبني. فانا فصلتهم كده في طبق لوحدهم. قلت اخليهم يعني احتمال مثلا احب اشوي خضار في الفرن، او مثلا اكون بشوي فرخه او بشوي اي حاجه، احطهم من تحت منهم كده يبقى ليها اشكال جميله وحلوه. زي ما انت شايفه بالمنظر ده انا كده فرغتها. زي ما انت شايفه بقى طلع هوالك بطاطس كتير، فالصراحه انا مش هرمي حاجه يعني، كفايه اللي باظ يعني. ديت انا هسلقها وهرسها ونتغدى بيها كده انا والولاد اي حاجه، لان هم حبايب قلبي تعبوا الصراحه معايا النهارده قوي. فكفايه عليهم كده يعني. فدي حاجه في السريع كده، كفايه التعب اللي احنا تعبناه. ان الصراحه تقشير البطاطس ده خد معانا وقت يعني. طبعا يا جماعه احنا مخلفينهم يعني عشان يساعدونا يعني، مش معقوله هيسيبوكي لوحدك يعني كده، لازم تشغليهم معاكي. وربنا يهدي لي اولادي يهدي لكم اولادكم يا رب. طبعا وهنا نقيت البطاطس اللي هي ايه المدوره الصغيره ديت، هنعملها طبعا اللي هي بنحشيها لحمه مفرومه العاديه احنا بنحطها في صينيه يعني في الفرن. طبعا انا شغاله برضو معلقه شاي صغيره. انا والله يا جماعه انا ما كانش في نيتي خالص ان انا اعمل حلقه عن البطاطس، بس زي ما انا بقول لك كده قدر الله ومش افعل يعني. دي حتى دي مش فكرتي، دي فكره هاجر بنتي. قالت لي ماما طالما احنا كده كده هنفرز بطاطس ما تيجي نصورها، احتمال الفكره تعجب حد، او مثلا واحده تكون مثلا عايزه حد يشجعها ولا حاجه تعمل بطاطس. ورمضان داخل علينا ما فيش حاجه هتخسر يعني. اي حاجه في الفريزر طبعا انت عارفه ان هي بتنفع وبتوفر لك في الوقت. طبعا انا عملت هنا بطاطس مكعبات للبطاطس المطبوخه. انا طبعا بعمل البطاطس مطبوخه بطريقه والبطاطس الصينيه بطريقه تانية. وممكن اعمل لها مثلا مكعبات البطاطس دي احطها في المسقعه، اعملها سلطه بطاطس. طبعا في التجفيف كل حاجه ليها طريقه يعني وقت معين وتسويه معين. زي ما انت شايفه كده انا بوريكي بقى اشكال البطاطس اللي انا عملتها.
دي طبعا صوابع بطاطس تخينه زي ما انا قلت لك كده. طبعا انا شكلت يعني عندي ودي بطاطس صوابع رفيعه. طبعا انا عندي طريقتين لطريقه التجفيف للبطاطس، اللي هي نص محمره. طبعا هوريك الطريقتين وهقول لك ميزاتهم وعيوبهم. خلاص يعني خليكي معايا بس كده لاخر الفيديو، هقول لك ميزه دي ايه، وميزه ان ميزه النص محمره في الزيت عيبها ومميزاتها ايه، والنفس التانية برضو اللي هي ما متجففه في الميه عيباتها ومميزها ايه. بس خليكي معايا لاخر الفيديو. طبعا ودي بطاطس الاشكال اللي طلعت مني زي ما قلت لك كده، انا هستخدمها في الشوي. طبعا انا هبتدي بقى اكون حاطه على البوتاجاز حله ميه زي ما انت شايف كده، حله ميه كبيره، واحط حوالي 3 4 معالق خل ومعلقه ملح. طبعا يا حبيبتي انا عايزه اقول لك لو انت هتعملي الموضوع ده انت هتتعبي في تقشير البطاطس وتقويرها، فحرام مش هتبقى مستاهله ان انت كمان تشتغلي في كذا حله تقفي تصبني مواعين. يعني كفايه الاطباق الكتيره اللي احنا حاطين فيها البطاطس وتعبك انت والاولاد يعني. فانا هشتغل كله في حله واحده. هطلع البطاطس مثلا هحط ورا منها بطاطس تانية على طول زي ما انت شايفه، انا غسلاها وحطها في ميه نضيفه زي الفل ما فيهاش حاجه، وهي كلها بطاطس يعني، فمش انواع خضار مختلفه مثلا هتأثر في الطعم، لا هي كلها بطاطس. ابتدي اول احط البطاطس اللي هي بتاعه اللحمه المفرومه اللي هي المقوره. طبعا ديت انا هسويها 3/4 تسويه او نص تسويه، اعملي حساب ان هي هتتحط في تلج، والتلج بيطر الحاجه وبيهريها شويه. طبعا انا محضره جنبي طبق فيه ميه ساقعه، لان زي ما انا قلت لك كده انا هشتغل كله ورا بعضه. وحاطه في الحوض طبعا مصفى يعني يا دوبك تبرد في الميه الساقعه اصفيها، وكنت طبعا حاطه نوع البطاطس التاني. واتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم، ان انا اكون فدتك يعني بحاجه بسيطه. انا عارفه ان ده فيديو بسيط يعني، بس احتمال يعني اديكي فكره ان انت تخزني بطاطس وكده لشهر رمضان. البطاطس دلوقتي رخيصه يعني ب2.5 و3 جنيه. طبعا انا كان في ضميري طبعا ان انا جايبه حبه حاجات كده في التلاجة عشان خاطر تجهيزات وتحضيرات رمضان، بس للاسف بقى ان انا لغيت الموضوع دوت لان انا عامله كميه بطاطس كبيره فهتاخد الفريزر عندي، فمش هقدر طبعا اعمل لكم حاجه تاني. هشتغل بقى معاكم الفيديو اللي انا اعمله يبقى كده يعني اصورها لكم على طول. هي الحاجه الوحيده اللي انا اوعدك بيها بس من تجهيزات رمضان ان انا كنت عامله صلصه الطماطم وصلصه المحشي، وعامله صلصه المحشي طبعا بطريقه خطيره الصراحه يعني هتعجبك جدا، لان الفيديو ده انا مصوراه قبل البطاطس بس لسه منزلتوش. انما الصراحه مش هقدر انزل معاكي توضيبات وتجهيزات رمضان. طبعا البطاطس اللي هي الصوابع بتاعه التحمير انا يا دوبك 3 4 دقايق كده في الميه المغليه، خلاص في ميه ساقعه وعلى طول. دي انا هعملها كده يعني هعمل نص البطاطس كده، والنص البطاطس التانية هديها نص تحميره في الزيت، وهقولك دي ايه عيوبها ومميزاتها ايه، ودي عيوبها ومميزاتها ايه زي ما انت شايفه كده. هديها نص تحميره. طيب ايه عيب بقى البطاطس نص تحميره؟ عيبها ان هي تشرب زيت. انا لازم اكون صريحه معاكي لان انا جربت الموضوع ده قبل كده كذا مره. هتبقى حلوه، مميزاتها ان هي هتبقى مقرمشه، بس عيبها برضو ان هي هتبقى شاربه زيت. طبعا ديت البطاطس اللي انا مجففاها اللي هي يا دوبك خدت دقيقتين في الميه، انا مصفيها كويس قوي في المصفى سبتها تنشف في ميتها. احط حوالي 3 4 معالق زيت كده عشان خاطر ما تلزقش في بعضها. هبتدي طبعا ان انا حطيت الحاجه في اكياس خلاص. عيب بقى ومميزات اللي هي اتجففت في الميه، عيبها ان هي بتبقى شاربه ميه، يعني مثلا لما انت ما تحطيها في الفريزر هتبقى متلجه، اما تيجي تقليها بقى هي شاربه ميه، فتيجي تقليها اول حاجه هتطرطش زيت كتير جدا، هتوسخ لك الحيطه وهتوسخ لك البوتاجاز، وطرطش الزيت هتيجي عليكي وهتبقى مجلدها. طيب مش هتبقى مقرمشه. طب لو انا عايزه احبها يعني اعملها مقرمشه، لو انت مشيتي على الطريقه بتاعتي هتطلع الصراحه هتعجبك ونتيجتها جميله، بس لازم تعملي الطريقه اللي انا قلت لك عليها. انت دلوقتي ناويه تحمري البطاطس، هتطلعي كيس البطاطس تحطيه في مصفى لغايه ما يفك من التلج، وبعد ما يفك من التلج تسيبيه ساعه ينزل في المصفى كل الميه الزياده اللي فيه وتحمريه، هيطلع معاكي مقرمش وجميل. طبعا انا حطيت البطاطس اللي هي متفرغه ديت في اطباق لان انا عايزه احافظ عليها ما تتكسرش، دي بس اللي انا حطيتها في اطباق عشان ما تتكسرش. وطبعا حطيت كل حاجه في اكياس على حسب الوجبات بتاعتنا. طبعا انت عارفه ان احنا في رمضان ما بناكلش يعني كميه اكل كتير، فعامله يا دوبك حبه البطاطس على قد الوجبه عشان انا مش عايزه اكل يفيد مني. نفس شكلت كده كل حاجه في الاكياس بتاعتها. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم.
واكون افدتك بحاجة بسيطة كده، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.